الأنام خرجوا مع النبي الخاتم لذكره الصلوات بأعلى الأصوات. طلعوا بالصحراء، والصحراء تدري جولة ورمل. النبي راد يعطيهم درس عملي، لأن مرات الدرس النظري بمجرد وقت سماعه ويروح، مو مثل الدرس العملي. قال لهم النبي صلى الله عليه وآله: يا قوم مجموعة، اجمعوا لنا حطب، لموا لنا حطب. باوعوا يمنى يسرى، بس تراب ورمل صحراء. التفتوا له قال له: يا رسول الله ماكو حطب، يمنى يسرى لا شجرة، لا جذع شجرة، لا جذع نخلة، ماكو، منين نجيب حطب يا رسول الله؟ أعاد النبي القول عليهم، قال لهم: ابحثوا، روحوا طلعوا لموا لي حطب. كل من أخذ لنا جهة طريق اجوا فد شوية، كل من هذا جايب له عودة، هذا جايب له سلاية، هذا جايب له ليطة، هذا يجيب له خشبة مكسورة. دوروا جابوهن حطوهن قدام النبي، صار الكوم. قال لهم: جا شلون تقولون ماكو؟ قال له: لدورنا. قال لهم: هيك تطلع السيئات، ايش تطلع الذنوب. تشوف انت كل شيء ما مسوي، شوف انت كل شيء ما عندك، شوف انت صفحتك بيضة. دباوع يمنى تلقى روحك اول البارحة 2 غيبة، البارحة 2 نميمة، الصبح غاث الوالدة، العصر قاهر ابوك، جا بعد ايش ظل؟ اصعد تاكسي وروح الجهنم. بعد شو بقى بعد مولانا؟ شو بقى بعد؟ جاية كبيرة وحدة شو تسوي بالإنسان؟ ذنب ذنبين شو يسوون بالإنسان؟ شو يسوون له في عبادته، في تقواه، في أخلاقه؟ وانت تدري كل الزين مرات الذنب يوقع الإنسان بالذنوب. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصا، تنزل النقم، تغير النعم، تحبس الدعاء، تنزل البلاء، تقطع الرجاء. قرأنا في رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، أرجوكم اسمعوها زين، بحب الحسين. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: كان أبي الباقر يقول: اللهم اغفر لي الذنوب التي تخلي الديار وتقرب الآجال وتعجل الفناء. الذنوب هاي كلها أخطاء، هاي كلها ذنوب تصنع بالإنسان. حتى ورد في الخبر عن الإمام الصادق سلام الله عليه منقول هذا الخبر عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يعيش الناس بإحسانهم أكثر مما يعيشوا بأعمارهم، ويموت الناس بذنوبهم أكثر مما يموتوا بآجالهم. أكو فرد أسباب. إذن يا بني آدم احذر عندما تعيش الصراع. إضافة إلى النقطتين لا تنسونها: موقعك في الصراع ودورك في الصراع، وخصوصا فيما نعيش في زماننا. وها هو الحسين يجمعنا من جديد، وها هو الحسين يدخلنا في بيته وفي خيمته ويطلب منا الالتحاق بركبه لنتعلم منه ونتربى بتربيته اللي هي تربية القرآن. القرآن يقول: تعال، ترى ذول الإخوة عاشوا صراع وتحاسدوا فيما بينهم وقتل الأخ أخاه، وراح نشوف أكو نتائج أكثر ترتبت أثر: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. إذن القرآن يريد يربينا، بس يربينا ضمن منهجه، والقرآن يريد يخلينا نحمل إنسانيتنا ويانا ونتعلم من هؤلاء الصلحاء اللي هم القدوة. ايش قد تعلم سلمان المحمدي من أمير المؤمنين؟ تعلم منه هواي، تعلم كبير. لكن يوم من الأيام واحد شتم سلمان، مرة شتمه ما رد عليه سلمان،
لاقاه مرة ثانية وشتمه، ما أبدا ما رد عليه سلمان. مرة ثالثة من شتمه وما رد عليه، هذا اجا قال له أنا أشتم بيك وما ترد علي، تعرفني أنا منو؟ قال له إيه أعرفك. قال له منو أنا؟ قال له أنت الذي أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة. الله، هذا إجا قال له أنت إنسان، هذا أولك وهذا آخرك، أنت ليش تمطي لنفسك وتخرج عن إطارك؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ليش تطلع من إطارك ومن حدودك؟ وبني آدم خطر، بني آدم إذا صار عنده علم خطر، إذا صار عنده مال خطر، إذا صار عنده جاه خطر، إذا صارت عنده قوة خطر، إذا صاروا عنده أعوان خطر، إذا تمكن خطر. بني آدم إن الإنسان ليطغى، يطغى الإنسان، يراد له رهدنة شوي، يراد له شوية توازن، يراد له شوية ثقل، يراد له شوية أن يمكث في الأرض، أن ينزل إلى الأرض